ليه كل ما بنعمل أكلة وتطلع حلوة وطعمها لذيذ نقول عليها بالطريقة التركية؟ هقولك النهاردة على ميكس خطير بالبسلة والكفتة هيغير فكرتك تماما عن الكفتة. واللي عملها قبل كده يقول لنا كده في الكومنتات، سواء مصرية بقى أو تركية. أنا بصراحة بعملها كتير وحبيتها قوي بالكفتة عن اللحمة. عايزة أقولك إن هي حرفيا ما بتاخدش معاكي وقت في التحضير خالص، يعني هي ربع ساعة بالظبط وبتكون خلصانة معاكي. غير كده إن هي طعمها حلو جدا ولذيذ. يلا كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، وشجعوني كده بلايك. واكتبوا لي كده في الكومنتات، جربتيها قبل كده ولا أول مرة تشوفيها؟ في البداية كده معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. حطيت عليها ملح وفلفل أسود، مفيش أكتر من كده، ونصيحة ما تكتريش فيها بهارات. وحطيت عليها كده بصلاية مبشورة، وبدأت إن أنا قلبتها كده في بعض، وبدأت كده الحلة اللي أنا هعمل فيها الطبخة بتاعتي. حطيت كده شوية من الزيت، وحطيت كده الكفتة. ونصيحة في البداية ما تقلبيش فيها خالص لحد ما تاخد معاكِ لون كده بني، وتقدري إن أنتِ تقلّبيها بعد كده. في الزيت والحاجات اللي نزلت كده من الكفتة بتاعتي، نزلت كده ببصلاية متقطعة عشوائي، بعد كده شوّحتها دقيقتين. بعد كده بقى هانزل عليها بالبسلة بتاعتي، وتقدري إن أنتِ تزوّدي المقدار على حسب عدد أفراد أسرتِك. أنا عاملة بس شوية على قد الفطار النهارده. وبعد كده حطيت عليها معلقة من السكر، معلقة من الملح، شوية من الفلفل الأسود، فصين من الحبهان. وبدأت إن أنا شوّحت البسلة الأول، لإن طبعًا عارفين إن البسلة بتاخد وقت. ودي كانت بسلة frozen عندي. وتقدري تعملي لو في متوفر عندِك طازة بتكون حلوة جدًا برضه. نزلت عليها بعد ما سِبتها حوالي ربع ساعة كده، البسلة اتشوّحت حلو أوي مع البصلة. حطيت عليها بقى كده مكعبات من البطاطس، ومكعبات كمان من الجزر. وبدأت حطيت عليها الصلصة، ولو عندِك طماطم فريش بتكون أفضل كمان، بتبقى حلوة جدًا. وبعد كده حطيتها كده اتسبكت، والمَيّة زوّدتها، سِبتها لحد ما غليت وخلاص. البسلة بتاعتي قرّبت تستوي، نزلت عليها بقى بالكفتة، قعدت كده برضه حوالي في الكفتة ربع ساعة. وبعد كده بتطفّي عليها، أعمل بقى جنبها حبّة رُز بشعرية، عايزة أقول لكم بيبقى طعمه حكاية. جِبت كده معلقة من السمنة البلدي، نزلت فيها بكوباية من الشعرية، حمّرتها زي ما أنتم شُفتوا كده. ونزلت عليها بكوبايتين من الرُز، وبعد كده زوّدتها المَيّة والملح، وبتسيبيها بقى. وعايزة أقول لِك كُلي بقى أحلى ميكس كده بين الكفتة والبسلة. عايزة أقول لِك والله هينسّيكِ إن أنتِ تحطّي لحمة في البسلة، حلوة جدًا وطعمها لذيذ. وحرفيًا دي الأكلة اللي مش هتاخد معاكِ وقت ولا تحضير، وهتخلص كلّها في ثواني. يعني حتى كمان في الأكل مش هيتبقى منها حاجة، يعني لو عملتيها مش هيتبقى منها أي شيء، وبألف هنا.